عاطف عمل مناورة مجنونة، كسر التشكيل بتاعه ولف لفة عنيفة لدرجة إن قوانين الفيزياء بتقول إن الطيارة دي المفروض تتفكك من بعضها. جسمه نفسه كان بيشد قوة جاذبية لوحدها تخلي أي بني آدم تاني يفقد الوعي، بس هو فضل صاحي ومركز. كان هو والطيارة حاجة واحدة. في ثواني بقى ورا الفانتوم في النقطة العامية بتاعتها. طيار الكيان ما كانش مصدق ازاي الميج دي عملت كده، وعاطف ضرب الصواريخ. الصاروخ الأولاني انفجر جنبيها، الصاروخ التاني أصاب الطيارة. انفجار عملاق خلى السما كلها لونها برتقان، وخد دخان طالع من ديل الطيارة المعادية. وهو مش مجرد يعمل كده وخلاص، هو لف ورجع بطيارته ونزل بيها على الأرض سليمة، إعجازي بكل معنى الكلمة. أحمد عاطف بعد الموقعة دي ما بقاش مجرد طيار، بقى أول طيار يوقع طيارة فانتوم، وخد لقب فيرست فانتوم كيلر.